الغيرة كانت عامية. كانت بتشوف في سمية عدو بيسرق منها جوزها، بيسرق منها اهتمامه، بيسرق منها حتى تفكيره. وصلت بيها للمرحلة اللي مش قادرة تستحمل فيها اسم سمية ووجودها في حياتها. جوزها كان دايما بيطبطب ويقول لها: يا فاطمة إحنا إخوات، ما تكبريش الموضوع. بس قلبه كان مش حاسس بالوجع اللي جواها. فاطمة حست إنها لوحدها في المعركة دي، مش قادرة تفهم جوزها ومش قادرة تسيطر على نار الغيرة اللي بتاكل فيها كل يوم. بقت بتفكر: هو أنا اللي مجنونة ولا دي مشكلة حقيقية؟ المشكلة مش في حب أحمد لسمية كأخت، المشكلة في المساحة اللي سمية واخداها في حياة أحمد، المساحة اللي فاطمة حاسة إنها المفروض تكون بتاعتها هي وبس. فاطمة فضلت تدور على إجابات، تدور على طريقة تريح بيها قلبها اللي وجعه العذاب، تدور على حل يحمي بيتها من شبح الغيرة اللي كان بياكلها من جوه. وانتوا رأيكم إيه في حكاية فاطمة؟ هل الغيرة دي ليها حدود؟ شاركونا تجاربكم ونصايحكم في التعليقات، وما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة عشان تشوفوا كل القصص الحقيقية اللي بتهم كل بيت مصري.